الجو حر قوي، نفسك تعملي ايس كريم بس ما عندكيش كريم شانتيه. طب يلا بينا نعمل ايس كريم طعمه جميل بمكونات الى حد ما اقتصاديه وجميل. يلا بينا. جبت حله نزلت فيها بكوبايتين من الحليب، عليهم نص كوبايه من السكر، قلبت كويس. نزلت عليهم بمعلقتين من الحليب البودر، ممكن تستغنى عنه بس هو بيدي طعم حلو. وثلاث معالق من الكاكاو الفاتح، وده يكون فاتح لان الغامق هيدي مراره. ومعلقتين من كبار من النشا. وقلبت الحاجات دي كلها مع بعضها. وبعدين شغلت البوتاجاز، بدا القوام يبدا يتقل معايا، نزلت بمعلقه كبيره من النوتيلا. وقلبت لحد ما وصلت القوام اللي شفناه مع بعض. وبعدين بدات اصبها في القوالب، سواء بقى السيليكون او البلاستيك، او طب لو ما عنديش لا ده ولا ده ممكن تجيبي كيس اللوليتا بالشكل ده وتقصقصيها الطول اللي انت عايزاه وتبداي تصبي فيها. ما عنديش ممكن تجيبي اللي هو مكان البسكويت او الكيك اللي بيبقى بناكله من السوبر ماركت. ودخلت الحاجات دي ليله كامله في الفريزر جمدت. بعدين جبت 300 جرام من الشوكولاته البني على الابيض، معلقه زيت، وسيحتهم في حمام بخار. طلعت الحاجه بتاعتي من القوالب، بس خلي بالك القوالب البلاستيك هتحتاج شويه مجهود بميه سخنه كده لحد ما تطلع معاكي بسهوله. بس كده طلعت